السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا. بقالي كتير ما عملتلكمش فيديو من النوع ده، وبما اننا النهارده يوم الجمعه، جمعه مباركه عليكم. اسفه ان انا نزلت الفيديو ده متاخر. طبعا يوم الجمعه بنقرا كهف. انا عن نفسي لازم ان انا اقرا سوره الكهف في يوم الجمعه. ما تاخدوش في بالكم في الخيط الدايب ده، لان المصحف ده من ايام ما كان معايا في اعدادي، وانتوا عارفين ان انا طبعا ازهريه، وكنت باحب أحفظ منه على فكرة. حتى لمّا آجي أفتكر الآيات، بافتكر الآيات من المصحف ده. هو مصحف قديم بس بصراحة ما باعرفش أقرا، يعني أقرا مصحف تاني ما أعرفش يعني، فاهمين؟ وباحب أقرأ منه كمان. المهم طبعًا يوم الجمعة، فيوم التنضيف العالمي بالنسبة ليّا. في ناس كتيرة بتزعل مني عشان أنا ما باكلمش يوم الجمعة. طبعًا أنا في season شغل دلوقتي، الأسبوع كله عندي شغل، عايزة أقول لكم من الساعة 5:00 لحد الساعة 6:00، متخيلين؟ فأنا كده أصلًا بانضّف كل يوم، بس يعني تنضيفات خفيفة، لكن يوم الجمعة ده التنفيض العالمي. وبما إني طبعًا يوم الجمعة أنا لازمًا أصحى في الصبح. ليه بقى؟ لإن ماما ربنا يخلّيها لي كانت تقعد تقول لي إن إحنا نخلّص شققنا قبل صلاة الجمعة. قال إيه، بتقول لي إن في ملايكة بتنزل تشوف إيه أي شقة، يعني أنهي شقة أنضف يعني والكلام ده. معلش أنا مش قادرة أتكلم والله، لإن أنا كنت لسه مخلّصة الشقة أصلًا، وقُلت أسجل لكم. وزي ما أنتم شُفتوا أنا كنت بالمّع بالباليتش. الباليتش ده ملمّع خشب حلو جدًا، بيدّي تلميع للخشب وبيدّي ريحة حلوة. وأنا عارفة إن أنتم بتحبوا التنسيقات بتاعتي في التنظيم، فأنا بقى لي كتير والله ما نزّلتش، حقكم عليّا. بس آخد الأجازة إن شاء الله وأنزّل لكم فيديوهات من النوع ده. المهم ده زي ما أنتم شايفين أنا طول الفيديو عمّالة ألمّع. هو مش يوم الجمعة بس باقعد ألمّع يعني كده، طبعًا أنا بانفّض يعني زي التلميع يعني. بس عشان إحنا كمصريين في مصر، مصر معروفة إن هي طبعًا في وسط الجبال، فعلى طول في تراب. أنا بيبقى ليّا أصحابي في تركيا ما بيشتكوش من التراب زينا يعني، فاهمين؟ بيمسحوا كل فين وفين، علشان هم يعني تقريبًا جزيرة في وسط مَيّة يعني. المهم أنا يعني كنت خلّصت هنا وقُلت مش عايزة أطوّل عليكم، ورتّبت الدنيا تمام والحمد لله. عايزة أقول لكم كان نَفَسي اتقطع بقى. فحتى بُصّوا مش قادرة أتكلّم يعني. فلو أنا باتلخبط في الكلام ما حدّش يتريق عليّا بقى. لإن أنا مش مركّزة. المهم هنا الدوني كنت خلاص مسحت الشقة والدنيا تمام. بس باخلّي بقى الدوني بقى، باجيب الموبي ده بالمّع بيه في الآخر. بيبقى الدوني بيدّي ريحة حلوة أوي للشقة بعد، بس في الآخر يعني. ما تمسحوش بيه يعني، ما تخلّوش في الأول، خلّيه لتاني حاجة. بيدّي ريحة حلوة أوي للشقة. باحس بطاقة إيجابية لمّا بيبقى ريحة النضافة كده في الشقة كده، فاهمين؟ خلّصت هنا وكنت دخلت على المطبخ والدنيا تمام ورتّبت الدنيا. بس أنا إيه، كنت بعد ما خلّصت بقى آآ بُصّوا بقى عايزة أورّيكم حاجة. بُصّوا بعد ما خلّصت بقى الشقة هتلاقوا بقى السيراميك بيلمع. بُصّوا الشطارة. في مثل عندنا في مصر بيقول لك إيه، الشاطرة بتغزل برجل حمار. فبيقول لك في الأدب الشعبي المصري، بيقول لك إن المثل ده ما لهوش قصة، بس هو اتعمل للست المصرية. ليه بقى؟ إن الست المصرية يعني تقدر تعمل مليون حاجة في وقت واحد. تلاقيها شاطرة وناجحة في شغلها، بتلاقيها ناجحة في بيتها، مرتبة ومنظمة في بيتها، بتلاقيها أكلها جميل، بتلاقيها مربية لولادها كويس. فبصراحة يعني شابوه للست المصرية اللي من النوع ده. فبيقول لك المثل ده اتعمل للست المصرية مخصوص عن أي ست تانية، فاهمين قصدي؟ فبيقول لك بقى اشمعنى الغزل يعني تغزل الغزل بقى، لأن زمان كان الستات المصرية كان لمّا بييجي يغزله كان بيقعدوا بالأيام، كان بيبقى مُتعب جدًا. فكان ليه أدواته. فباقول لك طَب هي لو معهاش الأدوات فبتغزل برجل حمارها، بتتصرّف يعني، الست بتتصرّف يعني، فاهمين؟ فشابوه لكل ست بصراحة بتشتغل، بتربي ولادها، ناجحة في شغلها، آمم، ناجحة في حاجات كتيرة جدًا بجد يعني. وأي بنوتة كمان يعني، ربنا يقوي كل من كان يا رب. وادعوا لي يعني، عشان أنا بصراحة حاسة إن أنا خلاص مش قادرة يعني من كتر ضغط الشغل عليّا يعني. بس أنا حابة كده يعني. المهم بعد ما خلّصت، فقُلت بقى إيه، بُصّوا أنا باحب إيه، هاقول لكم بقى بما إننا بقى في الأمثال الشعبية، بيقول لك العين بتاكل قبل البطن يعني. فأنا باقول لكم بقى في فيديو تاني إيه أصل الحكاية وحكايتها. المهم بقى وأنا كنت ب بك يعني باصوّر بقى وفرحانة بقى بالشكل والديكور، القهوة وقعت. هاقول لكم مثل بقى بما إن النهارده فيديو الأمثال الشعبية. بيقول لك إيه، ما بيحسد المال إلا أصحابه. طبعًا أنا فرحانة وباصوّر بقى في القهوة، وشكلها حلو في التصوير، فالقهوة وقعت.
كنت أنا خلّصت هنا وكنت قعدت بقى عايزة أفصل. يالّا بقى أشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.